السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد ونسر أهلاوي. خلاص بنتكلم في أقل من 3 ساعات تقريبا على ماتش الأهلي والمصري والجولة الأخيرة، جولة الحسم. طبعا سيناريو غريب بصراحة، سيناريو غريب على الأهلاوية، أول مرة يعيشوه بصراحة. يعني كنت بتفنش الموسم قبل كده، قبل الموسم ب4 و5 أسابيع بفرق 20 نقطة و25 نقطة. سيناريو غريب السنة دي بصراحة. بنتمنى طبعا ان احنا نعمل اداء كويس النهارده، وتسيب الباقي على ربنا بقى في الماتشات اللي شغاله معاك في نفس الجوله، يعني الزمالك وسيراميكا وبيراميدز وسموحه. احنا بنتمنى يكون في مفاجاه النهارده باذن الله في الماتشين دول، وربنا يكرمنا ان شاء الله. خلاص بقت 90 دقيقه في حسم اللقب النهارده باذن الله. 90 دقيقه يعني شاقه زي ما بيقولوا. طبعا زي ما عرفنا النهارده ان درع الدوري هيوصل في طياره هليكوبتر تقريبا، في حاجه جديده من نوعها يعني. يا اما طبعا على القاهره، يا الدفاع الجوي، يا استاد برج العرب، ونتمناه استاد برج العرب ان شاء الله. في حاجه بقى عايز اتكلم عليها، هل الزمالك فعلا كان يستحق لقب الدوري السنه دي؟ كله بيتكلم ان اداء الاهلي كان سيء والزمالك كان افضل. يا جماعه ده فرق النقط 3 نقط على كل الاداء الاهلي السنه دي ده، وفرق النقط 3 نقط. اه الاهلي فرط كتير وفرط في ماتشات كتير وفرط في نقط كتير، بس الزمالك ما كانش الواو يعني. والزمالك على فكره يعني من اول الموسم برضه ما بدأ ما اداش يمكن 5 ماتشات على بعضهم بأداء كويس يعني بيكسب بالصدفة. يعني عندك مثلا ماتش سموحة الأخير كسبان بضربة حظ تقريبا. وطبعا كل التوقعات رايحة النهاردة بين الزمالك ينزل يكسب، لأن المواجهات المباشرة بين الزمالك وسيراميكا في تفوق كاسح يعني للزمالك. بس ماتش النهاردة يبقى ماتش صعب. فرقة سيراميكا فرقة محترمة، علي ماهر مدرب محترم، وانا قلت كذا مرة قبل كده ان علي ماهر ان ما كانش مدرب اجنبي هيجي الاهلي في الموسم الجديد. ما كانش مدرب اجنبي فيكون علي ماهر هو المدرب للاهلي في الموسم اللي جاي. معاه فرقة محترمة، معاه تيم محترم. بالنسبة للتوقعات النهاردة انا بتوقع الزمالك وسيراميكا، توقعها 2-1. قولوا لنا برضو توقعاتكم النهارده في ال3 ماتشات دول، الاهلي والمصري والزمالك وسيراميكا وبيراميدز وسموحه. وده كان فيديو بسيط كده قبل الماتش بدقايق يعني، وان شاء الله اشوفكم بعد الماتش ونتكلم بقى على ال3 ماتشات. ونتمنى باذن الله يكون الاهلي كسبان النهارده، ويكون الزمالك خسران قدام سيراميكا باذن الله. ولو وصلت لحد هنا وبيعجبك المحتوى ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، لايك على الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.